السلام عليكم، معكم بريتي الفاسي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وباحوال ديالكم جيده ان شاء الله. عواشركم مبروكه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم سلو او طريقه ديال التحضير ديال سلو بطريقه ديالي بسيطه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. انا فاتلي حضرت معكم سلو من الاول، يعني من كيفاش حضرنا الطحين تحمرناه يعني حتى الاخير. اليوم غادي نشارك معكم غير الطريقه ديالو بالنسبه للاخوات اللي طلبوا الطريقه ديال السلو. هذه البقلاوه البنات انا فات لي حضرتها معكم، بقلاوه باللوز كتجي زوينه بزاف. غنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، جربوها راه غادي تعجبكم. يعني يتبعوا النصائح ديالها، راه كتجي زوينه. حتى الطريقه ديال القرمشه ديالها ولا الطريقه كتبقى مده طويله. ندوزو دابا نشوفوا الطريقه ديال سلو. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي الطحين اللي حمرته، عندي 2 كيلو ديال الطحين اللي حمرته وغربلته، يعني زولت منه ديك الحبيبات او الكويرات الصغار. عندي هنا 2 كيلو ديال اللوز اللي زولت له القشره وقليته في الزيت. عندي كذلك هنا 2 كيلو ديال الزنجلان اللي خديت منهم 2 زلايف كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للزنجلان فانا طحنته على هذا الشكل كيف كتلاحظوا معايا، طحنته يعني خليته شي شويه مهرمش. وكذلك خديت واحد نص كيلو ديال اللوز وطحنته حتى هو مزيان، والباقي ديال اللوز خليته يعني تقريبا كيلو ونص، خليتها هكا على هذا الشكل مهرمش كيف ما كتلاحظوا على شكل كونكاسي. خديت منه واحد شويه للتزيين، يعني واحد الكميه قليله باش نزينو به. كيف ما قلت لكم قبل الزنجلان خديت منه 2 زلايف، ممكن تاخذوا نتوما منه غير زلافه، يعني الاختيار تيبقى لكم. عندي هنا 400 غرام ديال الزبده اللي دوبتها حتى زال منها الحليب وخليتها تبرد. عندي 2 معالق كبار عامرين ديال النافع، 2 معالق كبار عامرين ديال حبه حلاوه، و3 المعالق حتى 4 المعالق ديال القرفه. عندي هنا نص كاس ديال العنبه او كاس ما عمرش ديال العنبه ديال العسل اللي دفيته. وبالنسبه للسكر كلاصي فانا خديت 150 غرام، ممكن ديروا 200 غرام، الاختيار تبقى لكم. انا الصراحه ما بغيتوش يجي حلو بزاف. بالنسبه للطحين دابا غادي نشوفوا الطريقه باش غادي نجمعوه. طريقه سهله. خديت الطحين ودرت له قبيصه ديال الملحه باش كيعادل لينا الذوق، يعني واحد القبيصه ماشي بزاف. خديت سكر كلاصي غربلته وصافي، وضفت النافع وحبه حلاوه والقرفه. بالنسبه للسكر كلاصي فانا طحنت معاه واحد شويه ديال المسكه الحره. اكيد حاولوا انكم تاكدوا من المسكه الحره تكون نوع الجيد، راه كتكون بعض المرات المسكه الحره خايبه، خصوصا هذيك اللي كتشرب 5 دراهم او قل. فحاولوا تاكدوا من الجوده ديال المسكه الحره او ما ديروهاش. الا كنتم ما متاكدينش من الجوده ديالها ما ديروهاش، فهي راه خايبه الصراحه، المذاق ديالها خايب ما كيكونش زوين. صافي هنا من بعد ما ضفت المكونات خلطتهم مزيان. دابا غادي نضيف الزنجلان اللي كنكون هرمشته مزيان، وكذلك اللوز اللي طحنته مزيان يعني ماشي حتى رجع بخاليني، ولكن بدا واحد شويه كيطلق الزيت ديالو. فانا خديت غير نص كيلو ديال اللوز هو اللي طحنته على هذا الشكل، اما الكيلو ونص الباقي فخليته على شكل كونكاسي، يعني طحنته غير مهرمش. صافي هنا دابا غادي نجمع يعني غنخلطهم مزيان مع الدقيق. من بعد غادي نضيفوا الزبده. بالنسبه للزبده اغلبيه تيقولك حنا ما كنضيفوش الزبده كتضيع سلو. بالعكس الزبده كتعطيه مذاق زوين، غير هو الزبده خص تكون تخليوها كطيب يعني على البوطه حتى كيزول منها الحليب. يعني انا ما رديتهاش على شكل نوازيت، يعني ما خليتهاش تتحرق ليها هذيك الاخر، ولكن غير كيزول منها الحليب وكنخليوها تدفى. كتبقى دير الكشكوشه في الاول، من بعد كنخليوها على نهار مهيله. هانتوما كيف ما كتشوفوا منين كنحسوا بها ما بقاتش ديك الكشكوشه من الفوق واللون ديالها تبدل، فاحنا كنطفيو البوطه وكنخليوها حتى كتدفى صافي وكتولي على هذا الشكل. فضيفوها راه ما كتضيعش كاع سلو نهائيا. كذلك ضفت هنايا العسل اللي دفيته، ضروري ما تدفيو العسل باش كيعاونكم هكا تجمعوا سلو.
ما تضيفوش كميه كثيره ديال العسل حيت هو كينشف لينا سلو. حنا بالنسبه للفاس كنديروا العسل بزايد حيت كنبغيو نقطعوه طريفات، فهو كيعطينا يعني كيعطينا الطوع اننا نقطعوا سلو على شكل مكعبات او معين. المهم كل واحد وكيفاش كيقطعوا، داكشي علاش كنضيفوا العسل. اما الا الناس غيخليوه غير هكا وكيبغيو السلو ديالهم يجيو معلك، فمن الاحسن ما تضيفوش العسل بزاف حيت غادي يضيع لكم او ما غيجيكم شويه ناشف وصافي ما غيضيعش. صافي هنا من بعد ما خلطت مزيان المكونات ديالي، من بعد عاد ضفت هنايا الزنجلان اللي خليته هكاك صاين، وضفت كذلك اللوز اللي خليته مهرمش. يعني صراحه كيجي المذاق ديالو زوين بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للزنجلان فانا غسلته ومنقياه وحمرته مزيان. كذلك بالنسبه للوز حتى هو كذلك كنديروه كنسلقوه او ماشي كنسلقوه، كنديروه غير في الماء طايب ومن بعد كنزولوا له القشره وكنقليوه في الزيت. كنديروه في الزيت اللي تيكون بارد وعاد كنخليوه كنبقاو مقابلينه حتى كيتحمر مزيان، كيجي المذاق ديالو زوين. هذا هو الشكل ديال سلو من بعد ما وجد. درتو في اللاطه، درت واحد الكميه قليله في اللاطه ودرت لها اللوز وغادي نقطعو وغادي نخليه يبات حتى لا غدا ليه وغادي نزولو. غادي يجي المذاق ديالو صراحه كيجي واعر. وهذا كيف ما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالو معلك. يعني هذه هي الطريقه ديالي الصراحه اللي معتمده. كنتمنى انكم تجربوه، راه كيجي واعر الصراحه، المذاق ديالو كيجي زوين. بالنسبه غير اللي كيقول كيجي سلو فيه تماره، سلو راه غير قسمتي له التماره ديالو كل نهار درتي حاجه، فالنهار اللي غادي نجيو نجمعوا سلو ما كتحسيش نهائيا بالتماره ديالو. ودابا تبارك الله راه كلشي دابا متوفر، كاين اللوز مصوب ناضي، كاين الطحين محمر واجد، يعني كل واحد وكيفاش كيشوف هاد التماره. انا صراحه كيجيني من الاحسن ان كلشي يتوجد في الدار، كيجي يعني كيكون كتحسي باللذه ديال رمضان وكتحسي باللذه ديال العواشر، وحتى الحاجه ملي كتصايبي على يدك كتكون مزيان. ما الله يحسن العوان، كاين الناس اللي كتكون خدامه، يعني كل واحد الله يكون ليه في العون. صافي هذا هو الشكل ديالو النهائي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وبالنسبه الطريقه ديال التحمار ديال الطحين وكذلك الاخر غادي نخلي لكم الفيديو ديالو في صندوق الوصف. خليتكم على خير، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في شيء اخرى. السلام عليكم.